لقد حان وقت الحساب بالنسبة للمخزن الذي جعل من المغرب مملكة للشر والفساد والرذيلة، دولة مخدرات. لقد دقت ساعة الحساب بالنسبة لنظام المخزن الذي جعل من المغرب دولة منبوذة وأكبر راع للرشوة في إفريقيا. سلام الله عليكم. القناة الرسمية للجزائر تسب المغرب وملكه وشعبه وعرض نسائه. وللعلم أن نظام الكبرانات فتح على المغرب حرب عشواء بدون حدود، لا أخلاق فيها ولا ضمير ولا جورة ولا دين. فاعتمدت أولا في ضرب الملكية، ثم عرض المرأة المغربية، ثم تاريخ المملكة المغربية، ثم السرقة. كل ما هو جميل المغرب من ثقافة، من تراث، من عادات. حنا مغاربة كنردو، ماشي ما كنردوش، وساتعنا أننا نردو الساعة ساعين. ولكن باش يكون عندنا خونة مغاربة كيعطيو السلاح لهذا النظام الديكتاتوري باش يضربونا، تمشي مع الرجالة تنفسد معاهم تيخلصوني، ما بعتش لحمي ما ناكل. كيفاش تبيع لحمك؟ تمشي مع بنات، تمشي مع الرجاله. كل ماكله ديال الزنقات داكشي اللي تندبر به بالليل تيمشي ليا في النهار. سمعتوا مع من دار الانترفيو مع شاب يعترف فيها انه يوم يبيع لحمه للذكور، علما ان القانون المغربي يجرم ممارسه الشذوذ الجنسي بفاصل 489 من العقوبات الجنائية. ينص الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي على يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم كل من ارتكب فعلا أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه ما لم يشكل الفعل جريمة أشد. فكان على النيابة العامة أنها تفتح تحقيق لأنه يعترف بممارسته ممارسة يعاقب عليه القانون، فالاعتراف سيد الأدلة. والسؤال اللي كيطرح بشدة هو هدف ديال الشبه الصحفي بتصوير هذا الفيديو هذا. فالهدف الوحيد هو أنك يعطي السلاح للعدو باش كيضربونا. واش عباد الله اللي كيتعرف عليا كياكل ليا الحلوى وكيهرب؟ والله يتحشم عليكم الرجال قسما بالله، راه حرام عليكم هذا الشيء. هاد المره اللي بغى يتعرف عليا يدير معايا كونطرا. اخر واحد هرب عليا دابا تعرفت عليه هذه عام وهرب عليا. علاش هرب عليا؟ كان كيمثل عليا الحب وكان كيتبعني وكيتمثل عليا الحب، ويعني وانا نصافي تحت بين يديه، يعني كلا ليا الحلوه وهرب بالعربيه تا عرفت. السؤال اللي كيطرح نفسه ما هو هدف هاد ديال الديوتي هذا باش يخدم هاد المرأة بصفتها مرأة مغربية وبهذه الوقاحة وبهذا الكلام الفاحش وهذا الإخلاء بالحياة. لذلك أنا متيقن أن هذا الشيء مدروس، أن هذا بنادم كيعرف اش كيدير، وأنه كيصور هذه الفيديوهات بهذه النساء وكيقدموا بهذه الطريقة هذه، إلا كيقدم السلاح للأعداء ديال الوطن باش يضربوا بها السمعة ديال المرأة المغربية. ما كاينش شي تفسير آخر، وأينكد لكم بأن هذا الشيء تمثيل. تفرجوا واسمعوا. واش الا بغى يتزوج بك راجل صاحبتك واش تقبلي؟ نقبل، لا كان بغاني بالحلال نقبل. الحلال يا رسول الله. اخويا يونس، واش تقدري تتزوجي براجل صاحبتك؟ نقدر نتزوج به الا كان بغاني بالحلال، نقدر نتزوج به. علاش؟ واخا صاحبتك، واخا تكون صاحبتي، انا ما تنتصاحبش مع العيالات، نقدر نتزوج به. يعني قلتي الحلال يا رسول الله. الحلال يا رسول الله. واحد السيد كنت كنعرفو قضى معايا الغرض ومشى بحالو. الدريه وقعت تزادت وداك الشيء ملي قلت لي راه بنتك قال لي هاد الدريه ماشي بنتي. كيفاش قضى الغرض ومشى؟ اسمع حملني وصافي وقال هاد الدريه ما قال لي انا ما هيش بنتي، هاد الدريه ماشي بنتي. فالقاسم المشترك قاعد التدخل ديال هذه المرأة واحدة من 3 الأدوار. جوج الفيديوهات في نفس الموضوع ونفس ديال فيه أقصى من الوقاحة. اشنو دابا غادي يستافد من واحد الواقحه انها تمرت عليها ولا ولدات ولا حملات الماء؟ اشنو الهدف اللي غتعطيني؟ اشنو القيمه اللي غتعطيني انا كمغربي؟ عندها الهدف الوحيد هو الضرب السمعه ديال المراه المغربيه، والهدف الوحيد هو اعطاء للعدو سلاح باش كيضربون. وهذه الفيديوهات كيتقطعوا وكيداروا في المواقع التواصل الاجتماعي وكيضربونا فيها وكيجاوبونا عليها، كيقول لك هذه هي المراه المغربيه. السلام عليكم خوتي الجزائريين والناس العاصمه، تنقول لكم ان شاء الله غادي نجي نزوركم، وان شاء الله منين نطلع الجزائر غنجي نطلع عليكم، و2020 سنه سعيده. كيقدم لنا نساء وقيحات، والاشكال انه كل تمثيل على تمثيل وغادي يعطيكم ادله. انا بغا نعيش نبقى ديال راسي، يعني بغيتي تاكلي وتشربي وتبقاي ديال نعيش حياتي.
يعني تخرجي تلبسي تضحكي نضحك ونشرب عايشه الحياه. خويا يونس اش نقول لك، هذا الراجل هذا راه ما كيبغيش ينعس معايا وما كيعطيش الحنان اللي كنبغي انايا، فهمتي؟ كيبغي راسو. كيفاش ما تيبغيش ينعس ما كيبغيش يجي حدايا، ما عرفتش. ملي كنا صغار وكنا تزوفيه كنا كنمارسوا الجنس كيما بغينا. دابا اللي نقصني وهي الجلبه اللي داروا لنا الاولى والثانيه، هذيك اللي حسيت بها يعني تولد ضعيف جنسيا بهذا. يعني تتقصدي لاله الا كان الراجل ما مقنعكش في الجنس تطلقي منه؟ نطلق منه نبعد منه، نمشي على كي كيقول على سنة الله ورسوله ونمشي بحالاتي ماشي. لاحظتوا كل تدخلات سواء يكونوا ذكور ولا اناث يدخلوا تدخل واحد كيعتمد على العمر وعلى الجنس، على الوقاحه. كنشوف امي ملي طردت من التحرش ان السيد كيهضر وقدك انت كيقول لامي تيقول لها كيفاش كديري انت وراجلك با مات الله يرحمه. يا كتشوفي في لايف؟ لا في واتساب. عندي بزاف البليات بحال الغارو، بحال دابا قطعت الحشيش، باقي الفاني. باقا كديري الفاني؟ مازال كندير الفاني. الله يعفو عليك بنتي. المشكله ديال خويا يونس هي دابا انا تعدى عليا واحد الدري فمشي وحملني وهرب. شدني ودخلني الصحة وشدني بيدي شدني وطلع فوق مني وانا كنطلب فيه وما عندي صحة وما عندي جهد، باقا صغيرة 15 عام ونص. سمعتوا؟ شفتوا؟ القاسم المشترك ما بين كل هذه الفيديوهات اللي حطيت لكم هو انه الوقاحة قلت العقل، هو الوقاحة قلت التربية، قلت الدين، قلت الملة، قلت العصر. دائما الفيديوهات اللي كيحط لي زانترفيو اللي كيحط انه كلهم كيعتمد على الجنس وعلى العار وعلى الشذوذ. وبعض المرات كاين بعض الفيديوهات راه ما كنحطهم كاملين انه كيدير الانترفيو مع اي امراه وكيجبدها باش تهضر على الجنس ولا تهضر على العار، لانه هو خدام على هذه الكلمات المفتاحيه هذه. وهذا دليل قاطع ان هذا الانسان كيخدم اجندات خارجيه وانا كنتحمل فيها المسؤوليه. الا كيبغي يدعيني فانا مستعد انني نوقف معاه في المحكمه يتهمني باي تهمه ما بغى، يوم نحط ليه الفيديوهات لان انا تيليشارجيت بزاف ديال لي فيديو حطيتهم عندي، وانا مستعد نعطي الحقائق ديالي والدلائل ديالي للنيابه العامه والقضاء عندها الكلمه ديالها. انا مستعد نتحاكم ومستعد تمشي للسجن الا كان هذا السجن هذا في سبيل وطني وسمعه بلدي وسمعه نساء بلدي. لان هذه الحلقه باش كنهضر بحلقه لانني تضريت انا كمغربي كما تضررت المراه المغربيه، اختك انت امك انت وبنتك انت. واللي ما فيش الغيره على البلاد ديال المراه المغربيه فانا اعتبره ديوتيا موتوه احسن ليه من الحياه ديالو. 1 2 3 فيف الجيري 1 2 3 فيف الجيري. يجب على الجميع ان يعي ان كبرات فرنسا فتحوا علينا حرب شعواء واستخدموا فيها جميع الوسائل، فيها الاعلام، فيها الذباب الالكتروني، بل واستخدموا حتى خونه مغاربه من الداخل. فقبل ان نحارب العدو الخارجي خاصنا نحاربوا اعداء الداخل، هاد الديوتيين اللي كيصوروا فيديوهات تسيء الى المجتمع المغربي والى المراه المغربيه بكل وقاحه وكيعطيو اسلحه للعدو باش كيضربونا وكيضربوا العرض ديال المراه المغربيه. كاين هذا دابا اللي هضرت عليه، وكاين واحد اخر واحد القناه سميتها عبيره ولا عابير ولا بحال هكا، وكاين شوف خي غادي نخصص ليها اسبوع. لذلك يجب على الدوله المغربيه تحمل المسؤوليه ديالها، يجب على وزاره العدل، وزاره الاعلام، وزاره الاوقاف، النيابه العامه تحمل المسؤوليه ديالهم، لان ما يمارسه هذا الشيء بالصحفيين هذه القنوات الالكترونيه لا يعتبر صحافه، وانما انا نقدر نسميه عهرا. ويجب ايضا على نقابه الصحفيين انها حتى هي تحمل المسؤوليه ديالها باش يحدوا من التسيب اللي كان في الجسم ديالهم اللي كنسميه انا سرطان. وهذا السرطان يجب اقتلاعه محد مازال ما تكشف الجسد الصحفي كله. فالكره عندكم. اعيدكم ايها المغاربه ان غادي نستمر في هذا الملف هذا، وغادي نفتح ملف
ديال قنوات إلكترونية أخرى، وخاصة أكبرهم اللي علمتهم السحر وهي قناة شوخيخ اللي هي كتمارس واحد الجريمة ضد الدولة المغربية وضد المجتمع المغربي وضد المرأة المغربية وضد الرجل المغربي وضد السمعة ديال المملكة المغربية الشريفة. إلى ذاك الحين أقول لكم تحياتي وإلى اللقاء إلى فرصة قادمة. السلام عليكم.